هنلخص مع بعض النهارده فيلم ذا شيلد اللي بيحكي عن شاب بيلاقي مصاص دماء في الكوخ بتاعه، واي حد بيدخل الكوخ بيخلص عليه. بيبدا فيلمنا بشخص اسمه جو وهو بيجري في الغابه، وفجاه بيهجم عليه مصاص دماء وبيعضه. ساعتها بيطلع النهار وبتيجي الشمس على مصاص الدماء، وبنشوفه وهو بيموت لان الشمس هي نقطه ضعفه. وقتها بيحس جو ان الشمس بتحرقه، فبيفهم ان هو كمان اتحول لمصاص دماء، فبيطلع يجري بسرعه لحد ما بيلاقي كوخ قديم وبيدخل يستخبى فيه. بنروح بعدها بقى لشاب اسمه ستان، فبنشوفه وهو بيحلم بكابوس وبيصحى من النوم وهو مفزوع، وبنعرف ان حالته النفسيه سيئه لان والده ووالدته متوفيين، وبيكون عايش مع جده اللي بيعامله بطريقه سيئه قوي. فبيجي جده عشان يتخانق معاه كالعاده، وبيحاول ستان ان يتجاهله شويه، فبيتعصب جده عشان ما بيردش عليه، وبيمسكه من رقبته وبيهدده انه هيطرده من البيت. فبياخد ستان شنطته وبيخرج من البيت عشان يروح المدرسه، وبنعرف ان الكوخ القديم اللي دخل فيه جو مصاص الدماء يبقى هو بتاع جد ستان وموجود قدام بيته. وما بيوصل للمدرسه بيلاقي مجموعه متنمرين عمالين بيضايقوا صاحبه دومر، فبيتخانق معاهم وبيحاول يدافع عن صاحبه لحد ما بيجي مدرس بتاعهم وبيبعدهم عن بعض. فبياخد ستان صاحبه دومر وبيمشوا من المدرسه، وبيروحوا يقعدوا في مكان هادي وبيفضلوا يدردشوا مع بعض. وبعد شويه بيرجع ستان للبيت، فبيقعد يتفرج على صور والده ووالدته وبيكون حزين جدا لحد ما بيلاقي ان جده بينده عليه وبيطلب منه انه يطلع الكلب في الجنينه، بس بيلاقي ان الكلب عمال بينبح ناحيه الكوخ. فبيدخل ستان الكوخ عشان يشوف فيه ايه بالظبط، وفجأة بيلاقي قدامه شخص شكله مرعب جدا وبيخرج بسرعة من الكوخ. وبيطلع ان هو ده جو، بس شكله اتغير بعد ما اتحول لمصاص الدماء. فبيفتكر ستان ان الشخص ده مجرم او متشرد مستخبي في الكوخ، فبيفضل ينده عليه عشان يخرج، ولما بيلاقيه ما بيردش عليه بيخلي الكلب يدخل الكوخ عشان يعضه ويخليه يخرج، لكنه بيتفاجئ ان في صوت خبط والكلب هو اللي بينبح وكأنه بيستنجد بستان. فبيفهم ستان ان الشخص اللي في الكوخ خلص على الكلب، فبيروح البيت عشان يجيب سكينة ويدافع عن نفسه. بس ساعتها بيشوفوا جده وبيسأله عن اللي بيحصل، فبيحكي له ستان كل اللي حصل، وبيعرفوا ان في مجرم موجود في الكوخ وخلص على الكلب بتاعهم. فبيتصدم جده وبيروح الكوخ عشان ينتقم من الشخص اللي خلص على الكلب. واول ما بيدخل الكوخ بيهجم عليه جو مصاص الدماء، وبيفضل الجد يصرخ لحد ما بيموت. فبيتصدم ستان وبيستنتج ان الشخص اللي جوه الكوخ مش بني ادم عادي. فبيروح ساعتها عشان يجيب سلسلة الكلب وبيقفل باب الكوخ عشان يحبس جواه مصاص الدماء، وبعدها بيدخل البيت عشان يتصل بالشرطة ويبلغهم باللي حصل. لكنه بيرجع في قراره لانه كان محبوس قبل كده في الاصلاحية، وده بسبب الخناقات والمشاكل اللي دايما بيعملها في المدرسة. فبيقرر انه مش هيبلغ الشرطة لحد ما يلاقي طريقة يتخلص بيها من مصاص الدماء اللي موجود في الكوخ. وفي تاني يوم بيروح ستان للمدرسة وبيقعد يفكر في المشكلة اللي فيها، فبتشوفه زميلته روكس اللي بيحبها وبتيجي تقعد معاه وبيتكلموا مع بعض. وبيقرر ستان وقتها انه يحكي لها عن موضوع مصاص الدماء، بس قبل ما يتكلم بيجي صاحبه دومر وبيقاطعهم، فبتسيبهم روكسي وبتمشي. واما بيمشي ستان هو كمان بيستغل زمايله متنمرين الفرصه وبيروح يضربوا دومر. وقتها بقى بيكون ستان في البيت وبيقرر انه يروح يخلص على جو مصاص الدماء، فبيمسك عصايه هوكي وبيقرب من الكوخ. وفجاه بيلاقي مصاص الدماء بيطلع ايده من الباب وبيمسكه عشان يعضه، بس لحسن الحظ بتيجي اشعه الشمس على ايده وبيضطر انه يسيب ستان. فبيبعد ستان عن الكوخ بسرعه وهو مرعوب. ساعتها بيجي صاحبه دومر عشان يحكي له اللي حصل له من المتنمرين، فبيقول له ستان مش وقته يا شبح، دلوقتي في مصيبه سودا وفي مصاص دماء جوه الكوخ، وهو اللي خلص على جدي والكلب بتاعه. وبيعرفوا انه حابس مصاص الدماء في الكوخ ومش عارف يعمل ايه. فبيقاطع دومر وما بيكونش مصدق كلامه، وبيقول له انت شارب جوان ولا ايه يا عم ستان؟ فبيقرر ستان انه يوري له مصاص الدماء عشان يثبت له كلامه، وبيطلب منه يقرب من الكوخ بس ما يدخلش. فبيوافق دومر وبيقرب من الكوخ بهدوء، وفجأة بيشوف مصاص الدماء وفعلا بيتأكد من كلام ستان. فبيجيب ستان ألواح خشب وبيسد الفتحة اللي في الكوخ. وبعد شوية بيتكلم دومر مع ستان وبيقول له انهم ممكن يستغلوا مصاص الدماء ده لصالحهم ويخلوه يخلص على كل الناس اللي هم بيكرهوهم. فبيعرض عليه انهم يستدرجوا زمايلهم المتنمرين ويخليهم يدخلوا الكوخ، بس ستان بيرفض وبيقول له انت هتخنزير ولا ايه؟ دي جريمة بشعة جدا ومستحيل يوافق على كده. واما دومر بيمشي بتيجي فكرة لستان انه يطلع على سطح الكوخ ويخرمه عشان ضوء الشمس يدخل لمصاص الدماء وبالتالي هيموته. بس مصاص الدماء بيستخبى وبيرجع ستان للبيت. وساعتها بقى بتيجي محققة شرطة وبتتكلم معاه وبتسأله عن شخص عنده مزرعة قريبة من البيت اسمه جو، وبتقوله ان جو مختفي من فترة طويلة وكان كل يوم بيلاقي الأرانب بتاعته ميتة. فافتكر ان في حيوان مفترس هو اللي بيموت الأرانب بتاعته، عشان كده دخل الغابة عشان يدور عليه. ومن ساعتها بقى هو مختفي ومحدش يعرف عنه اي حاجة. ولما بتوري له صورة جو بيتفاجئ ستان ان هو يبقى مصاص الدماء، فبيضطر يكذب على المحققة
لها وبيقول لها انا ما شفتوش قبل كده، لكنها بتشك فيه وبتعرض عليه انها توصله المدرسه بعربيتها، وفعلا بيوافق وبيركب معاه العربيه. ساعتها بتتكلم معاه وبتساله عن جده لانه مختفي وكمان بقاله فتره، فبيقول لها ستان ان جده طول الوقت برا البيت وما يعرفش عنه حاجه، فبتحس المحققه انه بيكذب وبتقرر تراقبه. وما بيوصل ستان للمدرسه بتيجي صاحبته روكسي وبتتكلم معاه، فبيجي واحد زميله اسمه ماربل وبيفضل يتريق عليه، فبيتعصب ستان جدا وبيهجم عليه وبيفضل يضربه لحد ما بيجي مدرس وبيبعده عن ماربل وبيقول له دي مش اول مره على فكره تعمل مشكله في المدرسه، وعشان كده هو بلغ مركز الشرطه وطلب من المحققه انها تروح البيت وتجيب جده عشان يتكلموا مع بعض بخصوص ستان. فبيتصدم ستان وبيقرر يرجع البيت بسرعه قبل ما المحققه تدخل الكوخ، فبيمشي ماربل وراه عشان ينتقم منه وبيكون دومر شايفه. المهم وقتها بتوصل المحققه لبيت ستان وبتفضل تخبط على الباب وبتنده على جده، وما بتلاقيه ما بيردش عليها بتشك ان في حاجه حصلت له، فبتقرر تفتش البيت لكنها فجاه بتسمع صوت جاي من الكوخ، فبتروح عشان تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. فبتخمن ان ستان حابس جده في الكوخ لانه بيكرهه وعشان كده بتقرر تدخله، بس بيجي ستان وبيترجاها انها ما تدخلش جوه، فبتهدده بالمسدس وبتقول له انها مش مصدقاه خالص وبتصمم تدخل الكوخ. وأما بتفتح الباب بيهجم عليها مصاص الدماء وبيموتها وبعدها بيسحبها جوه الكوخ، فبيتصدم ستان وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. ساعتها بقى بيجي ماربل وبيضربه، وقبل ما يكمل عليه بيوصل دومر في الوقت المناسب، فبياخد مسدس المحققه اللي واقع على الارض وبيهدده بيه، فبيتريق عليه ماربل وبيقول له انت جبان ومش هتقدر تعمل حاجه، فبيتعصب دومر وبيفضل يضرب نار جنبه. ساعتها بيخاف ماربل جدا وبيحاول ستان يهدد دومر وبيطلب منه يرمي المسدس من ايده عشان ما يحصلش مشاكل، بس دومر بيرفض وبيقول له اوعى تتدخل انت عشان ما اضربكش انت كمان بالنار. فبيترجاه ماربل انه يسامحه وبيوعده انه مش هيضايقه تاني ابدا في المدرسه، بس دومر بيكون عاوز ينتقم منه عشان هو واصحابه المتنمرين ضربوه، وبيأمره انه يدخل الكوخ فورا والا هيخلص عليه. فبيتصدم ستان وبيقول له اللي بتعمله ده جريمه، بس دومر بيتجاهل كلامه خالص وبيصمم انه يخلي ماربل يدخل الكوخ. وفعلا ماربل بيدخل الكوخ فبيهجم عليه مصاص الدماء وبيموته، فبيتعصب ستان وبيهجم على دومر عشان ياخد منه المسدس، بس دومر بيضربه على دماغه وبيفقده الوعي، ولما بيفوق بيلاقي روكسي جنبه وبتحاول تساعده، فبيقوم ستان بسرعه عشان يشوف ايه اللي حصل بعد ما فقد الوعي، وبيتفاجئ وقتها ان باب الكوخ مفتوح، فبياخد عصايه وبيقرر يدخل جوه الكوخ عشان يفهم ايه اللي حصل. واول ما بيدخل بيلاقي ان جو مصاص الدماء مش موجود، بس بيتفاجئ ان دومر هو اللي اتحول لمصاص دماء، وبيقول له انه دخل الكوخ بارادته عشان عاوز يتحول لمصاص دماء ويكون قوي. وقتها بقى بتشوف روكس اللي بيحصل وبيحاول دومر يهجم عليها عشان يموتها، بس ستان بيمنعه وبيبدا يتخانق معاه لحد ما اشعه الشمس بتيجي في دومر وبعدها بيموت. فبيروح ستان وقتها عشان يطمن على روكسي وبيحكي لها كل حاجه على مصاص الدماء اللي كان حابسه في الكوخ، وبيقول لها ان مصاص الدماء دوت شكله هرب من الكوخ وبالتالي ممكن يرجع تاني عشان ينتقم منه لانه حبسه. المهم بعدها بيدخلوا البيت وبيبداوا يحصنوه عشان يحموا نفسهم من مصاص الدماء. المهم بالليل بيجي اتنين من صحاب ماربل فبيسالوهم عليه لانه مختفي من بدري وتليفونه مقفول، فبيطلع ستان عشان يكلمهم من ورا الباب وما بيعرفهمش اصلا ان ماربل مات، وبيقول لهم انا ما اعرفش مكانه، وبيطلب منهم يمشوا فورا عشان ما يعرضوش حياتهم للخطر. فبيقولوا له انت بتكذب لان عربيه ماربل قريبه من بيتك، وبيحسوا كده انه عمل في ماربل حاجه. وفجاه بيظهر جو مصاص الدماء فبيسحب واحد منهم وبيخلص عليه، فبيترعب جدا الشخص التاني اللي اسمه بيتر وبيفضل يصرخ وبيترجى ستان انه يدخله للبيت، وفعلا ستان بيوافق وبيدخله وبيحاول هو وروكسي يهدوه عشان يساعدهم ويتخلصوا من جو. وفجاه وقتها بيسمعوا صوت خبط في الدور اللي فوق، فبيستنتجوا ان جو قدر يدخل البيت من خلال السطح، فبيقرروا يطلعوا له. واول ما بيطلعوا بيقول لهم ستان ان في غرف كتير في الدور دوت ولازم يتفرقوا هما التلاتة ويدوروا على جو عشان يخلصوا عليه. وفعلا بيتفرقوا وكل واحد فيهم بيدخل اوضه مختلفه، وساعتها بيتفاجئ بيتر ان صاحبه واقف وراه لكنه بيكون اتحول لمصاص دماء وبيهجم عليه وبيعضه، وفي نفس الوقت بيهجم جو على روكسي فبياخدها عشان يعضها ويحولها لزومبي. فبيسمع ستان صوت صريخها وبيروح يدور عليها عشان ينقذها، بس بيتفاجئ ان بيتر وصاحبه اتحولوا لمصاصين دماء، فبيدخل لغرفه جده وبيجيب البندقيه بتاعته وبيضربهم بالنار وبيخلص عليهم. ساعتها بيكون جو على وشك انه يعض روكسي ويحولها لزومبي، بس ستان بيجي في الوقت المناسب وبيضرب نار عليه لكنه بيتفاجئ انه ما بيتاثرش بضرب النار وبيهجم عليه جو وبيفضل يخنقه. فبتستغل روكسي الفرصه وبتمسك فاس وبتخلص عليه، وبعد شويه بتروح هي وستان وبيجمعوا اجسام مصاصين الدماء وبيحطوها في الكوخ، وبعدها بيولعوا فيه عشان محدش يعرف اللي حصل، وبيناموا بعدها في العربيه من شده
التعب. واما بتصحى روكسي بتحس بحركه في شنطه العربيه، وبيبان كده ان في مصاص دماء تاني موجود في الشنطه وعاوز يهجم عليهم. وبيخلص الفيلم. بيبدا فيلمنا باتنين متجوزين اسمهم بيا وبول، وبيكونوا رايحين لبيت منعزل في الغابه عشان يقضوا شهر العسل. ولما بيوصلوا للبيت بتقول بيا لجوزها ان البيت ده بتاع عيلتها وكانوا بيقضوا فيه اجازتهم دايما، وبالليل وهم نايمين بيظهر ضوء على وشهم، وبيبان كده ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. وتاني يوم بيصحوا هما الاتنين وبيجهزوا الفطار مع بعض، وبعدها بيركبوا مركب وبيروحوا للبحيره عشان يستمتعوا بوقتهم. وبعد شويه بيخرجوا مع بعض وبيروحوا مطعم قريب من البيت، وبيلاقوا ان صاحب المطعم متضايق وبيتعصب عليهم وبيطردهم. بس قبل ما يخرجوا بيحس صاحب المطعم كده انه يعرف بيا، فبينادي عليها وبيقول لها انه يبقى ويل صاحبها اللي كان معاها في المدرسه وهي صغيره. فبتتفاجئ بيا وبتسلم عليه وبتعرفوا على جوزها بول. فبيعتذر لهم ويل على اللي عمله وبيقول لهم انه كان متعصب لانه اتخانق مع مراته، وبيقرر بعدها انه يعزمهم على الغداء. بس فجاه بتيجي مراته وبتطردهم بدون اي سبب. فبيعتذر لهم ويل وبيقول لهم انه مش هيقدر يستضيفهم في المطعم، وساعتها بيمشوا وهم مستغربين جدا من اللي حصل ومش فاهمين اي حاجه. ولما بيرجعوا البيت بتقول بيا لجوزها ان مرات ويل دي ست مش طبيعيه وتصرفاتها مريبه. فبيقول لها ويل انه لاحظ الموضوع ده فعلا، وبيظبط المنبه بتاعه على الساعه 6 عشان يخرج يصطاد. وبالليل بيصحى على صوت المنبه بتاعه، واول ما بيخرج بيلاقي ان الدنيا ضلمه، وبيفتح موبايله وبيلاقي ان الساعه 4 الا ربع. فبيستغرب جدا لان ده مش الوقت اللي ظبط فيه المنبه. ولما بيرجع للاوضه بيلاقي ان بيا مش موجوده، فبيدور عليها في البيت كله وبرضه مش بيلاقيها. وبعدها بيخرج عشان يدور عليها في الغابه، وبيلاقيها واقفه بدون ملابس ومش بتتحرك نهائي، وزي ما يكون كده في حد مسيطر عليها. فبيلبسها القميص بتاعه وبيرجعها البيت، وبيكون مش مستوعب اي حاجه بتحصل. فبتحاول بيا تطمنه وبتقول له ما يقلقش عليها وانها بس بتمشي وهي نايمه. وتاني يوم بيصحى بول وبيلاقيها بتحضر الفطار، وبيلاحظ كده انها متغيره. فبيعرض عليها ياخدها للدكتور عشان يطمن عليها، فبتقول له انها كويسه ومش محتاجه تروح لدكاتره. وبعدها بيروحوا البحيره عشان يصطادوا شويه سمك، وساعتها بيحاول بول يهزر معاها ويخليها تفك وتضحك، لكنه بيلاقيها سرحانه ومش مركزه معاه نهائي، وبتنط في الميه وبتعوم على الرغم ان الميه كانت ساقعه جدا ومتلجه. فبيشك بول ان في حاجه غريبه بتحصل معاها. ولما بيرجعوا البيت بيلاحظ كده ان في علامات غريبه ظاهره على رجليها، وبيسالها كده لو في حاجه عضتها امبارح في الغابه. فبتقول له انها مجرد قرصه ناموسه وبتدخل تنام بعدها. فبيدخل وراها وبيشوف العلامات الغريبه ديت، فبيتاكد انها مش قرصه ناموسه ولا حاجه. فبيخرج للغابه وبيروح للمكان اللي شافها واقفه فيه يمكن يعرف ايه اللي حصل. وفجاه بيلاقي البيجامه بتاعتها على الارض وعليها ماده لزجه وغريبه، وبيلاقي كمان ان في اثار رجلين ضخمه على الارض. فبيرجع للبيت وبيلاقي ان بيا واقفه في الحمام وعماله تكلم نفسها، وعماله تتكلم وبتالف اعذار عشان تقولها له لو قرب منها. فبيمشي بول بسرعه قبل ما بيا تشوفه. وبالليل بيقعدوا مع بعض وبيحاول يقرب منها، بس بيلاقيها بتبعد عنه وبتقول له نفس الاعذار اللي سمعها وهي بتالفها في الحمام. وطبعا بيتضايق بول وبيقول لها ان تصرفاتها بقت غريبه من ساعه ما لقاها في الغابه، وبيطلب منها تصارحه وتقول له اللي حصل وقتها. فبتقول له انها كانت بتمشي وهي نايمه، وبرضه بول بيكون مش مصدقها وشاكك ان في سر مخبياه. وبالليل بتنام بيا وبيفضل بول صاحي عشان يراقبها، وفجاه بتصحى وبتخرج من الاوضه. فبيروح وراها وبيلاقيها رجعت تاني وبتقول له انها كانت بتشرب ميه، وبعدها بترجع لسريرها مره تانيه. وفجاه بيلاحظ بول ان في ضوء شديد جدا جاي ناحيتهم من شباك الاوضه. فبياخد بندقيته وبيخرج عشان يعرف مصدر الضوء ده، لحد ما بيشوف قدامه خيال شخص مراقبه وبيضرب عليه نار. فبتصحى بيا من النوم وبتساله ايه اللي حصل. فبيقول لها بول ان في شخص بره البيت وعمال يراقبهم، وبيعرفها انه شاكك فيها وحاسس كده انها بتخونه مع صاحبه ويل، وانها بتخرج بالليل تقابله في الغابه لانها متغيره من ساعه ما شافته في المطعم. فبتتضايق بيا جدا وبتقول له انه بيتخيل مش اكتر وانها مستحيل تخونه. وتاني يوم بيصحى بول وبيلاقيها بتكتب حاجات في دفتر مذكراتها، واول ما بيقرب ناحيتها بتقفل الدفتر عشان ما يعرفش هي بتكتب ايه. فبيتجاهل الموضوع وبيخرجوا عشان يصطادوا في البحيره. وساعتها بيقول لها انه عاوز يرجع للبيت، وده لانه مش مطمن وحاسس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. فبتقول له بيا ان شهر العسل لسه ما خلصش، وبتطمنه ان مفيش اي حاجه وانه بيتخيل مش اكتر. وفجاه بتنزف دم من رجليها وبتزيد شكوك بول ناحيتها، وبيتاكد كده انها بتخونه مع صاحبها ويل. واول ما بيرجعوا البيت بيقول لها حضري شنطتك عشان هنمشي من البيت ده اول ما هرجع من بره. وبعدها بيروح المطعم بتاع ويل عشان يعرف اذا كانت في علاقه بتجمعه مع بيا ولا لا. وهناك بيشوف مراته على البحيره وهي بتجهز مركب عشان تتحرك بيه، وبيسالها عن ويل فبتقول له انه مستخبي لانه في خطر. وساعتها بيلاحظ برضه ان في علامات على رجليها شبه العلامات اللي على رجل مراته بيا. فبيبدا يسالها مين اللي عمل لك العلامات دي في رجليكي، لكنها بترفض تقول له وبتسيبه وبتمشي. وفجاه كده بيشوف الطاقيه بتاعت ويل مرميه في
البحيرة وعليها دم، فبيخمن كده ان مراته قتلته. وبعدها بيروح المطعم بتاعه وبيلاقي ان في كاميرات مراقبة هناك، وبيدخل يراجع الكاميرات عشان يعرف اللي حصل. فبيكتشف ان مرات ويل بتمشي وهي نايمة بالليل ناحية الضوء الغريب اللي شافه في البيت قبل كده، وبالصدفة بيلاقي ورق كتير جدا متعلق على الحيطة، ومرات ويل كاتبة فيه حاجات كتير جدا عن حياتها ومكررة اسم جوزها ويل. وبيتفاجئ برضه ان الورق عليه نفس المادة اللزجة اللي لقاها على بيجامة بيا في الغابة، وساعتها بيتأكد ان في حاجة غريبة بتحصل مع بيا ومرات ويل. فبيرجع للبيت بسرعة وبيدور على دفتر مذكرات بيا لحد ما بيلاقيه، وبيتفاجئ انها كاتبة حاجات عن حياتها ومكررة اسمه زي ما مرات ويل عملت بالظبط. فبيستنتج انها عاوزة تقتله زي ما حصل مع ويل. فبيواجهها بالموضوع وبيسألها ايه اللي حصل في الغابة وبتخططي لايه بالظبط. فبترفض تقول له الحقيقة وبتتهرب منه كالعادة، وبتقول له انا عاوز احميك يا حمار. فبيستغرب جدا من كلامها وبيكون مش فاهم اي حاجة، وبيروح يدور على مفاتيح العربية بتاعته عشان يمشي من البيت. وفجأة بيلاقي بيا دخلت الحمام وعمالة تصرخ، فبيكسر الباب وبيلاقيها بتنزف دم كتير جدا. فبياخدها وبيربطها في السرير وبيقول لها انت مستحيل تكوني بيا. وعشان يتأكد بيسألها احنا اتعرفنا على بعض ازاي، وبيتفاجئ انها مش عارفة الإجابة. وبيلاحظ كده ان في حاجة بتمشي جوه جسمها، فبيحاول يخرجها وبيكتشف انه كائن غريب شبه الدودة. ومن صدمته بيسأل بيا ايه اللي في جسمك ده، فبتنهار من العياط وبتقول له انا مش هقدر اقول لك. وساعتها بيترعب بول وبيخاف منها وبيخرج من البيت. فبتحاول بيا تفك نفسها وبتخرج تقول لبول على الحقيقة. فبتقول له انها صحت من النوم بالليل وشافت نود غريب فضلت ماشية وراه لحد ما وصلت للغابة وشافت كائنات غريبة، ولما حاولت تهرب منهم دخلوا جواها وسيطروا عليها. وساعتها حاولت تحكي له الحقيقة دي اكتر من مرة، بس الكائنات دي منعوها وقالوا لها انهم عاوزين يتخلصوا منه. عشان كده هي بتحاول تقاومهم ورفضت تعرفه اي حاجة عشان تحميه منهم. فبيتصدم بول وبيكون مش مصدق الموضوع، وبيقول لها انه هياخدها ويمشوا من البيت ده فورا. فبتقول له انها مش هتقدر تمشي دلوقتي. وفجأة بيظهر ضوء على وشها وبيبان كده ان الكائنات دي رجعوا يسيطروا عليها. فبتقول لبول انها لازم تخبيه من الكائنات ديت قبل ما يأذوه، وبتضربه على راسه وبتفقده الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في مركب على البحيرة، وبيسأل بيا انت جبتيني هنا ليه، وبيترجاها ما تقتلوش. فبتقول له انها هتنقذه وهتخبيه تحت المية عشان الكائنات دول ما يعرفوش مكانه ويتخلصوا منه. فبيترعب بول وبيفضل يصرخ وبيقول لها انه هيغرق وهيموت. وانا بصراحة قلت من الاول ان الجوازة دي جوازة سودا. المهم ان بيا بتتجاهل كلامه وبترميه في المية وهو متكتف ومستحيل يقدر يتحرك. ولما بتتأكد انه غرق ومات بترجع للبيت وبتتفرج على فيديوهات الفرح بتاعهم، وبيكون شكلها اتغير وبقى مرعب جدا. وفجأة بيظهر الضوء عليها وبتمشي هي ومرات ويل في الغابة عشان ينضموا للكائنات الغريبة بعد ما كل واحدة فيهم خلصت على جوزها، ودي اخرة اللي يفكر يتجوز. وبيخلص الفيلم. انا عارف ان اكيد الفيديو عجبك، فيا ريت بقى ما تنساناش باللايك والسبسكرايب، والاهم كمان انك تفعل الجرس عشان يوصلك ملخصاتنا اول ما تنزل. ونلقاكم على خير في ملخص قادم ان شاء الله. مع السلامة.